صباح الخير، شو اخباركم؟ مسويين الاحوال مش عارف ايه الكلام ده. امبارح كان اطول يوم في حياتنا انا وعبد الله. ودلوقتي عبد الله كان سايب معايا الكاميرا عشان كان عليها شويه تصوير كده. هو مش موجود والكاميرا بتاعته معايا، بس هو جاي كمان دقيقه ونص حاجه كده. ف يلا بينا نستقبله. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر، تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري، فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير، تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير. ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر، فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر، ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر، فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر. يا فلوجر يا شارع. يا فلوجر يا شارع. انا فلوجر الاكل يا ابني. انا فلوجر الاكل. انا لقيت حل متميز للفطار. ايه بقى؟ بدل ما نجيب سندوتشات كل واحد ب5 جنيه، احنا نجيب ب2 جنيه طعميه وب2 جنيه عيش وب2 جنيه سلطه ومخلل. ها؟ عيب عليك يا باشا، عيب عليك. بص ايه ده؟ قعدت الاكل يا عبد الله. بص السلطه بالمخلل. الله يا مصر، الله يا مصر. صباح الخير. ما بننامش لا. بس انا امبارح بصراحه اتقتلت يا ابني في السرير يا ابني. يا ابني بقول لك ايه، ايه؟ انا روحت ما عملتش اي حاجه في حياتي، نمت خلاص، رميت نفسك على السرير. ما عرفتش انام. ايه ده؟ ليه يا ابني؟ والله ازاي يا ابني؟ والله مش عارف. بعد يوم معرض الكتاب الجميل ده، وحتى ما وريتش للناس الكتب اللي انا جبتها، نسيت. نوريها لهم النهارده يا باشا. اوريها لهم النهارده صح. نور يا باشا. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ بتيجي في سنه يا ابني؟ اطلع اطلع. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت جاهز بقى؟ لا ده انت تيجي تقعد في الاستوديو بقى. الحمد لله يا رجاله، انا بفلوج ما تستغربش. لا تمام. فلوجز عندكم مشكله؟ لا عيش. خلاص عمري. اتفضل الدور التاني. هو ده بيجيب حاجه ولا ايه؟ مش حاجه من التلفزيون. ماشي. شوف بيعمل ايه. انت بتعمل ايه يا ابني؟ بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بواجب مع الناس، بس قول لي بيبسي ولا كوكا؟ ما بشربش الحاجات دي. عامل ايه؟ بتصور بال5 دي صح؟ ماشي. اللينس دي كام؟ 24 35 سيجما. ارض؟ شفت الفيديو بتاع كيسي ده؟ مليونير ده؟ عليه حرق في حرق دولارات بجد؟ لا لما حد بيتشهر الناس بتضايق وبتاع وتقول عليه ان هو بيغير مبادئه وبتاع لما بيتشهر، واصلا هو يعني بقاله 20 سنه بيتعب عشان اللحظه دي. الناس تيجي تقول عليه رساله دي يعني خاين مثلا. اللي هو بيتكلم يعني عن مشكلة الناس مع المشاهير صح؟ بالظبط. ان هو بيفتكر ان هو جمع فلوس من غير خلاص تعب. بقى خاين بقى وبتاع ومش عارف ايه، فبيقول لك اصلا دي بتبقى غيره وبيبقى حسد. طب ده حقيقي؟ وش حقيقي 100%. ده حقيقي. طيب في الاخر راح مدي كده ايه، قال لك انت لو انت اصلا بتشتغل زيه وبتاع كان زمانك فوق معايا، او زمانك اعلى مني صح؟ فعلم عليهم برضه. مش هينفع ازود ايزو كتير هنا، كده الاضاءه مساعده كويس. طيب احنا هنستخدم المايك بتاعي صح؟ نعم. نستخدم المايك ده. بنستخدم المايك ده في التسجيل. طيب تمام. انت انطلق بقى دلوقتي اعمل الشوت بتاع دي بتاع الجوبرو. بتاع الامتحان. اعمل عيش بقى مع نفسك انت دلوقتي.
وبعد كده هنعيد تاني احنا. يبقى انت قنبله او سيبوا عليك كلاب رمم، احداث فتن، فتلنا الاحداث بتزداد، قتلوا شباب في استاد، انا ما كنتش هناك بس وصل كلمات عمرهم في مكان من رؤوس الفساد، بقيت حكم ولا حاجه زي كل كارثه وبننساها. في اول ذكرى للمذبحه مسيره اللي مشيت معاها زملكاوي، ما اعرفش منهم حد بس القهر حس وعبد الرحمن. بتحصل اللي ارتكب الجريمه افراد، فالناس تنزل وتدور، هي بتحصل. افتكر اني قلت لك بلاش. انا دي كلماته يا جدعان، الراجل ده بيكتب حلو قوي، ماليش دعوه خالص. فانا يا ابني افتكر ان انا قلت لك بخلي انا عملت مسؤوليتي، اللي عليا. انا بخلي مسؤوليتي من اي فيديو انا هرفعه. احنا مش شايفين حاجه صح؟ ما تبصش فوق، انت تبص فوق. لا مش شايفين حاجه في ايامنا، بقى لنا اسبوع. عذاب السنين. بس اكتر حاجه بسطاني ان احنا ظبطنا مواعيد نوم. يعني الى حد ما لسه ما ظبطتش قوي. النهارده انا صحيت 11 فايق ومبسوط. انا نفسي بقى اصحى من الفجر واكمل. الحوار ده هيبقى جميل قوي. صح؟ بس انت عندك 3 ايام في بعض. بقول لك ايه، قول لي امتى ما يبقاش في كونتنت؟ لان في ناس كتير عايزه تصور وتسالني وبتقول لي قول لنا يا عبد الله ازاي نعمل محتوى. السؤال ده مهم جدا، امتى ما يبقاش عندي محتوى؟ ما يبقاش عندك محتوى لو انت اصلا حياتك فاضيه. يعني لو مم. انت اصلا ما بتعملش حاجه في يومك، تصحى من النوم تفضل قاعد على اللابتوب لحد ما ميعاد النوم يجي، يا دوب بتقوم تاكل وبتاع والكلام ده، وش مش هيبقى فيه محتوى في يومك. تخرج في تعمل الصلاه للاوضه. بالظبط. انما انت لو بقى يومك مليان وبتنزل تقابل ناس جديده وبتعمل شغل وشغلك مثلا في حاجات محمسه. طب افرض هو اصلا ما عندوش حاجه في يوم، يعني هو اصلا مش بيشتغل ولسه طالب، ازاي يطلع محتوى؟ بص انا اظن ان المحتوى بيجي من حاجتين. اول حاجه الاكسبيرينس اللي انت بتمر بيها في حياتك. طب وافرض زي ما انت قلت ما عندوش اكسبيرينس. الاكسبيرينس دي مواقف، لو ما عندوش، وده المدخل الاول. اظن ان المدخل الثاني وده اقوى حاجه حتى لو ما عندوش اكسبيرينس، القراءه. when you stop read you stop lead. فاكر اللي احنا كنا كاتبينها على السبوره بره؟ readers are leaders. فهي القراءه من اهم الحاجات. طب هو هيعمل محتوى ازاي برضه من القراءه؟ القراءه بقى يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي مثلا بيقرا عن فسيولوجيه النفس وازاي بنتعامل مع نفسنا، فيبتدي يسقط ده على نفسه. يعني يشوف انا دلوقتي وانا ليه دايما لما بتفرج على فيديوهات موتيفيشن بيبقى عندي حماس في الاول وبعد كده ما بعملش حاجه، لان الهدف اصلا اللي انت رايح له ثانيه واحده، لان الهدف اصلا اللي انت رايح له مش محفز كفايه عشان يديك دفع طول الطريق، فانت بتقع منه في النص. يعني هو مش دافع كبير قوي بالنسبه لك عشان تفضل متحفز ليه. ايوه فهمت. احيانا كلنا عندنا الخمول ده واقعي جدا ولازم تتقبل ده. فهو اديك عرفت انت ازاي بتتعامل مع نفسك. تعرف مثلا في كام بارت في المخ، ايه اللي بياخد القرارات السريعه، ايه اللي بيتاثر بالعاطفه، كل ده بالقراءه بتبتدي تفهم انت اصلا. بص بالنسبه لي القراءه رقم واحد، ان انت ازاي تعرف تتعامل مع نفسك. كان دكتور وليد فتاح بيقول ايه؟ احترم ذاتك. دي مهمه جدا. يعني ايه اصلا احترم ذاتي؟ يعني انا وانا قاعد مع نفسي ما اقللش منها، ما حقرش من شغلها، لان ده بينعكس في تعاملاتي مع الناس. فهي القراءه. يعني انت بتنصح اللي عايز يعمل فلوجات ينزل يروح معرض الكتاب؟ مش هو الفلوج ده هينزل تقريبا بعد ما معرض الكتاب يكون خلص، لان انا عندك 6 فلوجات لسه ما انتجتش. مش 6، اقل تقريبا. بديلي فلوج ومفيش وقت منتج، يعني بصحى انام افتح الكاميرا افضيها انزل. طب انا كنت عايز اوري الشباب انت مسمي باباك ايه على الموبايل؟ طب ليه كده؟ عشان انت كده شاب جامد ومش مكسوف من اللي انت بتعمله. ليه طيب والله؟ استنى. ده ابو عبد الله. امي. امك؟ وابوه برضه نفس الكلام، بس شيل كلمه امي وحط ابي. كنت شفت قبل كده حاجه من 3 سنين عن الموضوع ده، فقلت فعلا ان انا كل ما عشان تدعي لهم كل ما يتصلوا مثلا عشان هم يستاهلوا اكتر من كده بكتير. انا دلوقتي ايه هروح عشان مش قادر، فباي باي. علشان ما ننساش دي الكتب اللي انا جبتها من المعرض. دي مجموعة بتاعت كيمياء الصلاة، كلهم هتلاقيهم في المجلد ده.
ده برضو استرداد عمر لنفس المؤلف أو لنفس الكاتب. وده Minute Manager How to Have Beautiful Mind. ده بقى جبته قبل كده بس هو قوي جدا يعني. الكتاب ده مؤلم. أنا يعني مقريتش كله، قريت كده ايه اقتباسات بس ايه يعني. هو ده عايزين نخلصهم بقى ان شاء الله، عايزين نقرأهم كلهم بإذن الله.